بنت فرنسية كانت عايشة في القرن ال19، وكانت شغالة كمعلمة في واحدة من المدارس الخاصة بالبنات، بس اتميزت إيميلي بمهاراتها المتميزة وأنها موهوبة وذكية وعندها شخصية قوية. ولكن كان عندها شوي مشاكل مورائية غريبة زي هنعرف حالاً. سنة 1845 ميلادية، وقت أداء إيميلي مهامها الوظيفية بالمدرسة، لاحظت البنات ظهور ظل غريب وراء إيميلي جواً قاعة من قاعات المدرسة، مكنش واضح في البداية، ولكنه خلال دقائق معدودة بدأ الظل يوضح شوي لحد ظهر تماماً في هيئة جسد سيدة ما كانتش الملامح واضحة تماماً، ولكنه كان بنفس طول المعلمة إيميلي. بعدها اختفى في نفس الوقت. طبعاً أصيبت البنات بالذعر والفزع وبلغوا إدارة المدرسة، ولكن محدش منهم اهتم واتغاضت الإدارة عن الشكوى دي. بعد شهور من وقت الحادثة دي، ظهر الطيف مرة تانية في وقت ما كانت إيميلي بالمدرسة، ولكن في المرة دي ظهر الطيف كامل مرة واحدة، وكان نسخة طبق الأصل من المعلمة إيميلي. وعشان نمسز بينهم هنقول على الطيف ده اسم قرينة إيميلي. وهنا بدأت القرينة تتحرك جواً قاعة الدراسة، وهي بتقلد كل تحركات إيميلي الأصلية، ولكن من غير ما تعمل صوت. وقتها كان بالقاعة 13 بنت بيدرسوا في الوقت ده، وطبعاً حصلهم حالة خوف وفزع، وهربوا كلهم لخارج القاعة وسط هرج ومرج ضخم جداً. والغريب في المرتين أن كل اللي كانوا بالمكان داخل القاعة قد شافوا القرينة، ما عدا إيميلي نفسها، هي الوحيدة اللي مشافتش قرينتها نهائياً. طبعاً تم الإبلاغ عن الحادثة في المرة الثانية في وسط الصريخ ده، والمرداس بدأت الإدارة في إجراء تحريات دقيقة بشأن المعلمة إيميلي. اتضح للإدارة بأنها خلال 6 سنين كانت فصلت من 19 مدرسة أخرى قبل تستقر في المدرسة دي، ولنفس الأسباب اللي تم الإبلاغ عنها، عشان كان وقت تواجدها بالمكان بتظاهر القرينة ويتم الإبلاغ، فتضطر إدارة المدرسة لفصلها. ولكن المدرسة قررت الاحتفاظ بإيميلي رغم الشكاوى، لأنها من وجهة نظر الإدارة معلمة مثالية ونموذجية بالنسبة ليهم. وعلى مدار 5 أشهر التي تم فيها إجراء التحريات، تزايد عدد مرات ظهور القرينة، فكانت بتظاهر وقت وجبة الغداء وراء إيميلي من أجل المراقبة فقط. وكانت بتتمشى وقت نوم إيميلي في الممرات قدام أوضة إيميلي الخاصة، لحد اضطرت للسكن في أوضة منفصلة عن باقي المعلمات، ودا لحد الحادث الأخير. في واحدة من قاعات تعليم فنون الحياكة للبنات، كانت إيميلي بالحديقة باينة من الشبابيك الموجودة بالقاعة، وكان في القاعة معلمة تانيه بخلاف إيميلي. هنا راحت المعلمة دي برا القاعة، وبعد مرور دقائق قليلة دخلت إيميلي سيج وقعدت مكانها على الكرسي. في البداية ملاحظتش البنات ده، ولكن فجأة صرخت واحدة منهم وبتقولهم ده فيه إيميلي على الكرسي وإيميلي في الحديقة. المرة دي قررت بنت منهم تلمس إيميلي الموجودة بالقاعة، وبالفعل مدت البنت أيدها، ولكنها عبرت من خلال الجسد اللي قدامها، ومحصلش أي ردة فعل. ولكن الطالبة أصيبت بالهلع الشديد وهربت من المكان وغابت في اليومين اللي بعد ده. بعد كده وقعت طالبتين تانيين مصابتين بالصرع. بدأ أولياء الأمور يسحبوا بناتهم من المدرسة، فما كانش قدام المدرسة لأنها تفصل إيميلي. حاول كثير من الصحفيون التواصل مع إيميلي، لكنها كانت اختفت تماما ومحدش عرف مكانها بعدها. متنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل فيديوهات الجديدة.